اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، النادي الاهلي هيغتصب اي فرقه، هيغتصب اي فرقه. ياس روب ده المدير الفني اللي الاهلي كان محتاجه عشان يوظف اللعيبه دي. شفتوا يا جدعان؟ شفتوا بن شرقي بيأدي ازاي؟ يا لهوي يا جدعان، عمري ما شفت بن شرقي بالاداء دوت وبالقوه دي. حتى لو كان مع الزمالك، فاكرين الفتره بتاعت الزمالك اللي هو كان بيأدي وشايفينه ان هو مارادونا؟ الفتره دي ياس روب دوت طلع احسن ما من بن شرقي. اللي في بن شرقي دلوقتي عمره ما طلع مع الزمالك حتى، وزيزو وبن شرقي وتريزيجيه، وكمان هيلعب بامام عاشور اقسم بالله. يعني هيلعب بديانج وامام عاشور، ويلعب بقى بالاربعه اللي قدام بقى ايه، زيزو الناحيه التانيه، والناحيه التانيه تريزيجيه وبن شرقي، وقدامهم مين؟ جردشار، محمد شريف او دياباتي. لما يجي ان شاء الله في يناير الاهلي هيدوس على اي فرقه وهيهين اي فرقه وهياخد كل البطولات السنه دي باذن الله، عشان النادي الاهلي فوق الجميع وهيكسر اي حد وهيهين اي حد. زي ما زنق نادي الزمالك، زنقوا في ماتش بتاع السوبر، زنقوا ده لعب عليه ضغط عالي، عشان ياس توب ده بيلعب ضغط عالي، بيزنق اللي قدامه وبيخلص من الشوط الاول كمان اقسم بالله. يلا بينا يا جدعان. هم بيتعبوا اكتر مني بكتير، انا بهدلهم الجايزه دي بجد بجد. متشكر ليكم جدا، شكرا شكرا شكرا. انا عارف محمد رمضان عمل الفيديو ده ليه. عشان محمد رمضان المنافس بتاعه مين؟ احمد العوضي. ده المنافس بتاعه الحقيقي دلوقتي، ده العو بتاعه، ده العفريت بتاعه دلوقتي. سيبك من السقة، مع ان احترامي للسقة، وسيبك من امير كرارة، بس المنافس الحقيقي لمحمد رمضان العوضي. واي حاجه من ناحيه العوضي ياسمين عبد العزيز، مع احترامي لياسمين عبد العزيز. بس هو قال لك ايه بقى؟ اعمل معاه فيديو واتكلم معاه واضحك معاه والكلام ده، عشان ايه؟ يغيظ مين؟ احمد العوضي. والثنائي محمد رمضان وياسمين عبد العزيز لو عملوا فيلم مع بعضيهم او مسلسل مع بعضيهم، مفيش مسلسل جنبهم هينجح. محمد رمضان بيلعب على اللعبه دي، ان هو يخش مع ياسمين عبد العزيز مسلسل في رمضان، مش يعني مش شرط السنه الجايه، السنين اللي قدام. عشان محمد رمضان عارف ان ياسمين عبد العزيز ليها جمهور جامد جدا، بالاضافه الجمهور بتاعه مفيش حد يقف قدامه. حتى لو نزل هتلر قدامه، مش احمد العوضي، حتى لو نزل مين، بس محمد رمضان وياسمين عبد العزيز. هو انا عارف دماغ محمد رمضان، محمد رمضان بيلعبها صح، وانا عارف دماغه كويس، ودماغه دي متكلفه مش اي حاجه. كلنا شفنا الخبر اللي نزل، اللي هو انا توقفت. انا مش عارف النقيب مصطفى كامل دوت كل شويه مفيش حد بيتكلم عليه، مفيش حد جايب له سيره ايه يتخانق مع اي فنان اي مغني عشان يطلع ترند على حسه. يا استاذ مصطفى، مع احترامي ليك يا استاذ مصطفى، بس مش كده. كابونجا دوت اصلا، يعني انت مدي عصام صوصه داخل في النقابه، وعصام صوصه اصلا بيغني اغاني اكتر من كده، واغاني بتاعت عصام صوصه اصلا اللي كاتبها مين؟ اسلام كابونجا، معظمها اسلام كابونجا اللي كانت كاتبها. ما فيهاش حاجه يعني. انت سيب ايه، ادي السوق، افتح السوق، ودي اذواق، اذواق الناس. في ناس بتحب تسمع شعبي، في ناس بتحب تسمع رومانسي، في ناس بتحب تراجيدي. الكلام ده مالكش دعوه انت باذواق الناس. مش عشان يعني ايه مفيش حد بيتكلم عليك الفتره دي وانت ايه الجو مريح والكلام ده، قلت ايه اتخانق مع حد عايز اطلع ترند؟ ما كابونجا طالع ترند، مش معنى هو لوحده. ده انا نقيب الفنانين وانا نقيب المغنيين والكلام ده، اخش معاه، اخش كتف بكتف، ابقى ترند معاه، ولا إيه يا جدعان؟ ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ يلا بينا.